بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وسلم وبارك على هدي رسول الله. حاول الى حد ما اظبط زاوية التصوير اهي هنشوفها مع بعض دلوقتي، بس انا الزاوية مش عارفة اظبطها الحقيقة، يعني الزاوية مش حلوة. هنقيد النور ونشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل فلوك بسيط كده على عيد اللي هو ترويق المطبخ. برضو هنلاحظوا ان اللابتوب خانقني ومكتفني عشان الوصلة بتاعته. الوصلة هنا ادي السلم اهي، الوصلة مش عارفة اتعامل معاها. هحاول الى حد ما، بس طبعا متكتفة. التليفون بتاعي مهنج شوية واللابتوب هنشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. احاول ايد النور بتاع الحمام ونشوف الفولنجات مع بعض. زي ما قلت لكم زاوية التصوير مكتفاني، ولكن محاولة. هنجيب النور برضو ونشوفه. انا هنا المفروض اللي انا بصور اهي عشان بس الزاوية انا مش شايفة حاجة اهو. ده الحمام اهو، بس شايفين هنا المفروض اللي انا غاسلة الكفر بتاع البطاطين او الحفة اهي. برضو الزاوية مش قد كده. وزي ما انتوا شايفين هنا انا جايبة منظفات اهي، شايفين؟ وادي البطانية هغسلها النهارده اهي. اللابتوب عايز حجارة، الحجارة عشان اقدر اشحنه واخده في اي مكان انا عايزة. اهي شايفين؟ عايز 1000 جنيه. بطارية ولا ايه؟ بطارية. شايفين انتوا الديسكفري اللي هو الرصاصي والنبيتي اهي. هنبتدي بقى ان احنا نشوف. انا هحاول اظبط الزاويه دي على قد ما اقدر. هقيد النور كده ونشوفه. ان الله ملائكته يصلون على النبي عشان اظبط في التصوير بتاعي. هنقيد النور ونشوف مع بعض. لو تاخدوا بالكم انا ادي اللي هي مكتفني الحبل بتاعه او الوصله. تمام. هنقيد النور مع بعض هنا. بسم الله. اظن الصوره كده واضحه اهي. المفروض ان دي كرتونه بتاعه مطبخ وفيها كراكيب زي ما انتوا شايفوا. هنمسحوها مع بعض كده. وهدخل بقى انا بعد الفيديو احاول ان انا ادخل اكمل بقى ترويق المطبخ. فهنشوفوا الزاويه عامله ازاي، وده جزء من الترويق. يعني زي ما قلت لكم دي اخر مجال او اخر حدود بسم الله. انا عايزه اشوف الفيديو شغال ولا لا الاول. شغال. هنا ادي الماوس. مش متعوده ان انا اتعامل معاه بالايه كده. بسم الله. انا بحاول اركب الماوس في الجنب هنا. بصوا يا جماعه هنذكر ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحاجات دي انا ببقى متضايقه او مكبوته اللي انا اعملها كل بكره بعده اللي هو امسح العلب امسح. طبعا انا هعمل فلوج سريع كده وادخل قاعد عليهم بقى في المطبخ من جوه. زي ما قلت البطاريه عايز 1000 جنيه. في بطاريات طبعا صيني ارخص شويه بس مش مضمونه. يعني انت عشان تجيبي بطاريه تحس ان هي يعني تعيش معاكي 1000 جنيه. تمام. فماشي الحال يعني كده ان شاء الله. يعني حاسه ان الزاويه معقوله لحد ما ربنا يفرجها. الله اكبر كبيرا. طبعا الجو
الحر مش مساعد على الصيام، وتغيير الساعة، النهار بقى طويل، والنهار طويل، بقت تدن 8 الا ربع او الا حاجة بسيطة كده، فعكس الاول. رمضان اللي فات كان الجو خريفي على شتوي، فكان الجو حلو، كان فيه رطوبة كده، فما تبقيش انت اللي هو الناس اللي زي حالتي كده بهبط بسرعة، و اللي هو الصداع والحاجات اللي انتوا عارفينها من الهبوط دي. تمام. لكن الجو كده حر وزهق وهبوط وحاجات ياما كده. طبعا الله اكبر كبيرا، الله اكبر على كل ظالم، على كل فاجر، على كل حاقد. انا بس عايزه اقول بالنسبه لي ام ميسه او ام دعاء اللي انا بكلمكم دايما عنها، اللهم لا شماته. زي ما نقول كده الايه، يقول لك ده انقلب السحر على الساحر. يعني ايه؟ يعني ربنا بيدوق من الظالم اللي هو نفس الكاس، نفس الألم، نفس المرار اللي هو عايش الناس فيه. اللهم لا شماتة. حفيدة بتاعت بنت حفيدة اسمها ريهام، انا مسميها ريهام سعيد. بنت دعاء، بنتها الكبيرة او الوسطانية، عندها حوالي 46 سنة او 47 سنة. تمام. على وشك طلاق. هنقوله مرة واثنين وثلاثة واربعة، اللهم لا شماتة. عشان محدش يقول لي انت بتشمتي في طلاق بنت حفيدتها. من لا، انا عيا وليا، بس انتوا عارفين حتة واحدة رمت سحر وواقفة تراقب وتشمت. وايام ماما الله يرحمها ويحسن اليها كنا نروح محكمة الأسرة ونلاقوها طالعة تجري مراقبانا من البلكونة 24 ساعة. عملت ايه يا ام امل؟ وفضلت سنتين في المحاكم، مش عارفة اخد نفقة. فاهمين انتوا الدراما دي؟ وكل ما حد يروح له يقولوا لم يتم العثور على العنوان. يا جماعة لم يتم العثور ايه ده؟ انا اعطيكم العنوان بالتفصيل. حاجات من دي طبعا في ناس بيوت كتير عاشتها. فاللي هي ايه، لا يا ام امل ما تخليش بنتك تتطلع عشان العيال، وقاعده تبتسم الابتسامه الصفرة دي والضحكه الصفرة بتاعتها، وهي اللي طبعا بعد قضاء الله وقدر، عشان محدش يقول لي لا، بعد قضاء الله وقدر، وهي السبب ان هي توقف حالي انا واخواتي وتدمر حياتي وتدمر بيتي. ربنا قال لها. ودعاء دي كانت ايام عشان تغيظنا، قعدت حوالي شهر او شهر ونص مشغله اغاني وافراح، وتبص للستاره وتقول لبنتها شغلي. كانت بتاخد التسجيل بتحطه على البلكونه. تمام. عشان تقولها كده الاعادي، يعني بتعلي الصوت الى اقصى درجه. انتوا واخدين بالكم؟ فلك ان تتخيل يا جماعه الجرح النفسي والمعنوي. لحد ما اتطلق لحد يشغل الاغاني عند ويعلي الصوت لدرجه عاليه لمده شهر، وضحك وغمز واستهتار واستخفاف وشماتة. وهي السبب، هي اللي راحت هناك عندي في اسكندرية ورمت السحر وضحك وهزار وتريقة. فالواحد اللهم لا شماتة، لا شماتة. لكن في حكمة بتقول كل ساق سيسقى بما زرع. زرعت خير كان بها، زرعت شر هتحصديه. انا قصدي كده ان الدنيا مزرعة، او لكل انسان بيعمل حاجة في حد الدنيا مزرعة، وكما تدين تدان.
ولو بعد حين، ولو بعد حين، بعد السنين دي كلها. ماما ميتة من 12 سنة، والجيران يقولوا لها وطي الصوت، الا في واحدة ميتة كانت حد من الجيران ميت، تقول لهم ايه يا اختي خلينا نفرحوا، ده فرحنا قليل. يعني ما راعتش حتى ايه حرمة الجيران. فاهمين انتوا الحتة دي؟ كيد واغاني، وتطلع لسانها وتشمت وترمي حاجات اسحار حوالين البيت. سبحانك يا رب. طبعا بعد قضاء الله وقدره ربنا بيدوقها. قاعده بقى دلوقتي بتشكي للجيران ان برضك عايز مدوخه عن نفقه، والبنت ريهام عندها عيل بتاع سنه ونص او سنه وسبع شهور عايزين ياخدوه. اللهم لا شمات، اللهم لا شمات. انصرنا يا رب، فك سحرنا احنا وعيالي وبنات أمة محمد كلها. مش هطول عليكم. عايزة اوريكم برضك اللي انا غيرت الفيشة او الوصلة بتاعة اللابتوب ده اهو. مش عارفة، احاول اوريهولكم. مش عارفة المسافة هتيجي معايا ولا لا. بسم الله. تقريبا مش هعرف. انا مش شايفين كنت عايزه اوريكم الفيشه دي، المفروض ان هي الكراكيب بتاعتها. بحاول اوريكم الوصله بتاعت دي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا مش شايفه. بصوا انا هحاول اقعد عشان اكمل الفيديو اهو. عبال ما انا اكمل بقى اروق البقيه. طبعا الجيران زي ما انتم سامعين صوت البتاع اللي بيعمل الصوت ده اهو. انا هحاول بقى اروق انا هنا كده. انا مش عارفه هو بيتقفل ازاي اهو. انا مش فاكره انتر ازاي. الفيديو شغال مش عارفه اقفله، مش فاكره الخطوات صراحه.